الأهلي النهاردة إن شاء الله هيستأنف تدريباته الساعة 6 مساء. بعد ما أخد راحة امبارح من التدريبات. الحقيقة كانت بناء على طلب اللعيبة، يعني مش كابتن عماد النحاس هو اللي قرر، لا ده كان اللعيبة طلبوا من كابتن الفريق كابتن محمد الشناوي ان هو يكلم كابتن عماد النحاس، على اساس ان هما من وقت ما الكابتن عماد النحاس مسك الاداره الفنيه وهو ما اداش اللعيبه اجازه خالص. بعد كل مباراه بيحصل تدريب تاني يوم عادي جدا. فطلبوا اللعيبه امبارح من الكابتن عماد النحاس ان هم ياخدوا اجازه، وبالفعل لبى لهم طلبهم. خاصه طبعا ما شاء الله الاداء المميز اللي الاهلي اداه في مباراة حرس الحدود، وقبل كده برضو بتروجيت، رغم ان بعض تفاوت الاداء في بعض الاوقات. لكن بصفة عامة الأهلي بيأدي مباريات جيدة جدا المباراتين اللي فاتوا، وإن شاء الله تكمل على خير مباراة المصري. هتبقى مباراة مهمة جدا 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 جدا، لأن بيراميدز بقى أنت دلوقتي بتضغط عليه. مباراة المصري الأهلي إن شاء الله لما يفوز بيها هيبقى هو في المركز الأول. هيبقى مؤقت، لان بيراميدز هيلعب يوم الجمعه، فالاهلي هيلعب الخميس وبيراميدز هيلعب الجمعه.